مهم جدا لان بيترتب عليه كل حاجه بعد كده، والتعديل فيه صعب، وفي نفس الوقت برضو التوفير فيه مش قوي. يعني اسس كهرباء دلوقتي للشقه بتاعتي، هعمل ايه؟ اول خطوه كده تيجي في دماغي اعمل ايه؟ استخداماتي انا فين؟ الكهرباء اللي هي مدوره لي كل حاجه في دنيا الموبايل واللابتوب والتلفزيون وكل الحاجات دي، هعمل فيها ايه؟ لازم الاول يعني ارسمها كروكي كده، اقول ان دي اوضه النوم وهفرشها ازاي. يعني هقول السرير مثلا على الحيطه دي، لا على الحيطه دي، احط الدولاب هنا، احط الكومود هنا، الريسبشن هنا، السفره هنا. لو اوضه تستحمل فرشين ماشي. يعني ايه الاوضه تستحمل فرشين؟ يعني ينفع السرير يجي هنا وينفع يجي هنا، يبقى نشتغل على الاثنين. معايا تو اوبشن اقدر اشتغل عليه. عملت الرسمه، عرفت عدد النقط، خلي ايدك فرطه في النقط، زود بس مش قوي. يعني تقريبا احط في كل حيطه نقطتين لثلاثه بالكتير قوي. ايه رقم واحد عشان يبقى الشغل مظبوط؟ اول حاجه الشرب. ضمنت الميزان بتاع شغل الشقه كله. ايه الشرب ده؟ ترسمه على باب الشقه اللي عندك مثلا، او ترسمه في حته كده معروفه، بيبقى رسمته بتبقى زي دي كده، بيبقى مثلث مقلوب. ده بتبقى واخده مثلا على ارتفاع متر، بحيث ان هو هياخد على متر 10 يزود 10 سم، هياخد على ارتفاع 40 سم ياخد منه لحد تحت، بياخد خط. انا منسوب التشطيب بتاعي يعني بعد ما اخلص سيراميك هيبقى من المثلث ده متر، زي الصوره كده بالظبط. من المثلث اللي مرسوم ده اللي انا راسمه على الحيطه للارض متر. ده كده الشرب بتاعي. المفاتيح كلها تبقى على ارتفاع واحد. اوضه النوم هعمل البريزه دي تحت الكومود. طب ما انا ممكن افتحها لفوق شويه بحيث ان انا احط فيها الشاحن بتاعي، بدل ما ابقى مقدر والشاحن مش طويل معايا. انا هكلمك على حاجه هي دي اللي انت تستلم عليها، عشان ما نخشش بقى كلها في تفاصيل هندسيه وبتاع وتحس ان الموضوع صعب. ده انا لوحه الكهرباء اللي هي اللي بره اللي عندي بقى ورا باب الشقه دي، لوحه زي اللي في الصوره دي كده. نبتدي من اول لوحه 18 خط، 24 خط، 36 خط، كل ما المساحه ايه تزيد. هقول له انا محتاج الاتي لكل اوضه لوحدها، يبقى فيه مفتاح للاضاءه. يعني معناها ايه؟ مفتاح بسلك ماشي لحد الاوضه دي للاضاءه. يعني نقول مثلا اوضه حماده، نقول دي اضاءه اوضه حماده. بعد كده مفتاح تاني اللي هي البرايز المعموله دي بتاع اوضه حماده. مفتاح تالت للتكييف بتاع اوضه حماده. يبقى احنا كده كل اوضه نوم محتاجين لها 3 مفاتيح. يعني هيبقى عندي 3 مفاتيح تاني بعدهم لاوضه ياسمين، اضاءه اوضه ياسمين، وباور اوضه ياسمين، والتكييف بتاع اوضه ياسمين. نخش بقى في الريسبشن، اضرب في 2. نزود في الليفنج النقط على قد ما نقدر، اللي هو المكان اللي هبقى قاعد حاطط فيه اللابتوب وحاطط فيه الشاحن، بدل ما ادخل نفسي في مشتركات بعد كده. ونخش بقى في اليوتيليتي او الحمامات والمطبخ. بلاش موضوع النور اللي من بره ده ملوش لازمه خالص، ونسبه فينا مقالب وبتاع ويجي في النور وننام نستحمى ونفلت ومبقاش منه. ونخلي ورا باب الحمام المفاتيح الكبيره اللي هي بتاعت السخان، بتاعت الغساله، تمام، وبتاعت الدراير مثلا. مش لازم يبقى السخان مفتاح بتاع السخان جنبيه، عادي، ده احنا بنتكلم في 2 متر سلك ولا حاجه. وكل دول ليهم مفاتيح تاني هناك في اللوحه. انا افرض حصل عندي قفله ولا حاجه، اروح الاقي مكتوب غساله الحمام الكبير، افصلها من اللوحه اللي بره. السخان الحمام الكبير، افصله من اللوحه اللي بره، تمام. باور الحمام الكبير، بس الاضاءه بتاعت الحمام ستيل شغاله، الغساله لسه شغاله. اخش على المطبخ وما ادراك ما المطبخ. انا بتعامل معاه على انه ورشه. كيتشن ماشين، مضرب بيض، بويلر، كل الحاجات دي بتاخد حجم كهرباء قوي جدا. فيش الباور بتاعت المطبخ دي ببقى بديلها خطين، وخطين طوال 4 مللي على الاقل. باور على الاقل خالص بعمل له 3 مفاتيح، مفتاحين ل3 مفاتيح لوحدهم هناك في اللوحه. اللي كده بنخلي الاضاءه لوحدها، ان احنا بنوفر في السلك بتاع الاضاءه شويه، لان الاضاءه دلوقتي معظمها بقى. احنا كده عندنا مسلمه كده. هقول له يا كهربائي انا عايز كل جهاز على مفتاح. هاجي في الاضاءه برضو اقول له خلي بالك، احتمال اعمل جبسون بورد، احتمال اعمل سقف صاج. التوزيع الاحمال بالنسبه للسلوك، بنتكلم على الاضاءه من ملي ونص ل 2 ملي. بنتكلم في الباور بيبقى في معظم الاحوال 3 ملي، الا بقى لو انا محتاج في المطبخ ازود حاجات على اللي هي الحته بتاعت الفيش بتاعت المطبخ او كده، او الحاجات اللي هيبقى عليها احمال دي بخليها 4 مللي. التكييفات بتكلم في غرف النوم التكييف بيبقى 4 مللي السلك بتاعه، وفي الريسبشن عشان تبقى الاحمال عاليه 6 مللي. في حاجه جديده برضو طالعه كده، برضو لازم ابقى عامل حسابي عليها من الاول، اللي هو السخان الفوري. السخان الفوري ده بيقول لك سخان كده صغير كده جميل، وممكن نخبيه في السقف وممكن نحطه تحت الحوض. والسخان ده زي بيشتغل زي الغاز كده، الميه بتعدي من جوه بس بيشتغل كهرباء.
في منه 3 فاز، برضه منه 2 فاز، بس ده لازم بيتحمل له سلك مخصوص لان تحميله عادي جدا، لان انا تقريبا مشتري مكنه لحام لحاططها في الشقه. وفي ملحوظه، الخرطوم اللي هيبقى ماشي المفروض الكهربائي الاول يمشي لي العلب والخراطيم، اقول له بالنص كده انا عايز احط عيال صغيره من الخرطوم من الناحيه دي تطلع لي من الناحيه الثانيه، ما يجيش في حته كده يزنقوه لك لو لا قدر الله اي سلك اتحرق او حاجه اشده بسهوله وادخل مكانه سلك جديد. بعد ما يخلص يغطي كل الخراطيم بتاعته والشغل بتاعه باسمنت. يا ريت يبقى الراجل يعني ايه يعمل الشغل بنظافه شويه، يبقى مغطي ويظبط الشغل بتاعه كده وممشيه، بحيث ان هو بعد كده لما حد يجي يقف عليه ما يطبقوش. وعامل لي مفتاح صغير انور منه الشقه كلها، بيبقى مخلي لي الشقه كلها على مفتاح واحد، ومنزل لي باريزه صغيره كده او سورس كهرباء صغير كده عشان بتاع الرخام لما يجي يستخدم الصاروخ بتاعه، بتاع الجبسون بورد لما يجي. يا رب اكون غطيت كل النقط في جزء الكهرباء تاسيس. معلش انا مكشم في الفيديو ده شويه عشان هو يعني ما فيهوش اي سماحيه ان انا يعني ما فيهوش تهريج فعلا، وربنا يسترها علينا وعليكم. السلام عليكم.